تخيل معايا حد بيصلي ليل نهار وبيصوم وبيتصدق، لكن في النهاية كل اللي بيعمله ده يروح هباء. ازاي ممكن تكون فاكر نفسك على الحق لكن في الحقيقة كل أعمالك عند ربنا مرفوضة؟ حديث النهارده مهم جدا لأنه بيكشف عن أخطر خطأ ممكن تقع فيه من غير ما تحس. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث ده مهم جدا لأنه بيحذرنا من حاجة خطيرة جدا وهي البدع في الدين. بس يعني إيه بدعة أصلا؟ البدعة ببساطة هي حاجة بتضاف للدين وهي مش منه أصلا. أي عبادة أو أي عمل ديني ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا بيعملوه، يعتبر هي من الاختراعات اللي بعدهم، وهي طبعًا مرفوضة. طب ليه البدع بالخطورة دي كلها؟ أول حاجة لإنها بتبعد الناس عن الدين الصح، لما حد يعمل حاجة يعتقد إن هي صح هيسيب السنة الحقيقية ويتجه ليها. تاني حاجة لإنها بتضيع الأعمال، أي حد بيعمل حاجة مش من الإسلام فهي مرفوضة حتى لو كانت نيته خير. تالت حاجة بتتحول لضلال كبير، حاجات بدأت صغيرة لكنها بتتحول مع الوقت لدين جديد مختلف، زي مثلًا احتفالات دينية معينة وهي أصلًا مش موجودة في الدين الإسلامي، أو ممارسات غير صحيحة. يعني مثلًا هو بيعمل الحاجة دي فاكر إن هو كده بيقرّب لربنا لمّا بيعملها، لكن في الحقيقة هي بتبعده. طب إزاي تحمي نفسك من البدع؟ أول حاجة اتّبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عبادة أو أي حاجة بتعملها لازم تكون متأكد إنها موجودة في القرآن والسنة. تاني حاجة اسأل أهل العلم لو أنت مش متأكد من حاجة في دينك. تالت حاجة القرآن والسنة هُم المرجع الحقيقي، مش أي حد يقول لك حاجة دينية وكلامه يعجبك تصدقه، لازم ترجع للمصدر الحقيقي وتتأكد من كلامه. في النهاية مش كل حاجة بتعملها بحُسن نية مقبولة، لازم تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. خلّيني أسألك، هل في عبادة أو حاجة كنت بتعملها زمان كنت فاكر إن هي فرض عليك وهي في الأساس طلعت بدعة؟ شاركها لنا في التعليقات. وكان معاكم يوسف عصام في الحلقة ال5 من سلسلة الشرح، السلسلة اللي بنشرح فيها ال40 نووية. شكرًا ليكم والسلام عليكم.